يا صباح الخير عليكي. بقولك، فاكرة زمان لما كنتي بتروحي يوم واحد تصيفي في راس البر وبعدين تروحي؟ كان بيبقى أسعد أيام حياتك. كنت بتبقي زي ما تكوني بطارياتك فاضية ونزول البحر حطك على الشاحن. شوية وبقيتي تطلعي اسكندرية أسبوع بحاله. يا نهار انبساط! ده مش بحر بس، ده كمان فسح وسهر وخروج وسمك. مش بتبقي بقى شحنة بطارياتك، ده انتي بتبقي راجعة بتلات اربع بطاريات استبن. شوية تاني رحتي مطروح في شاليه، والشاليه في اول صف على البحر. مجرد التخيل كفيل انه يزقططك. وبعدين وسعت بقى وبقيتي تروحي فندق في الساحل، وبعدها بقيتي كل سنة بتنزلي في فندق في الساحل. أوضة نظيفة مع روم سيرفيس اللي بينظف وراكي وفي مفتوح. ما بتشيليش هم أكل ولا مواعين. بتلاقي نفسك صغرتي في السن. المهم انك في كل مرة كنت بتطلعي خطوة لقدام كنت بتبقي مبسوطة جدا. تقعدي تحضري للسفر ده من بدري. بعد كده مع الوقت الفرحة بقت تقل لحد ما بقت عادي، ولقيتي نفسك مش بتتبسطي او بتحسي ان واو قوي انك رايحة تصيفي في فندق، وتقولي هي المصايف اتقل خيرها ولا ايه؟ مع انك انتي لسه نفس الشخص اللي من كام سنة كان شاطئ جمصة بالنسبة له اجمل شواطئ العالم. دلوقتي بقيتي عايزة تسافري بره، عايزة تجربي المالديف، عايزة تشوفي حاجة مختلفة وتدوقي أكل مختلف وعينيكي تشوف حاجات جديدة. اللي كان بيبسطك زمان بقى عادي خالص دلوقتي. طب لو مش بتطلعي تصيفي خالص، هيبقى يوم راس البر اللي فيه بهدلة ده وتعب حلو قوي ونعمة ياريت ننولها. قيسي بقى الشعور بعدم الانبهار اللي بقى يحصلك ده بكل نعمة بقيتي متعودة على وجودها باستمرار. زي المواصلات، كنت بتقفي في الموقف مستنية ميكروباص فاضي أو أتوبيس مليان، حتى لو هتقفي المهم إنك تروحي. بعدين الدنيا بحبحت معاكي، بقيتي تركبي أوبر. هوب، جبتي عربية قسط. بعدين العربية بالنسبة لك بقت عادي. طب لو مش معاكي فلوس مواصلات أساسا وبتروحي مشي، هتتمني إن شاء الله حنطور تركبيه. بعيد طيب عن الأمثال بتاعت المصيف والعربية، خلينا في حاجة بسيطة. الجزمة اللي في رجلك. زمان كنت بتجيبي جزمة ب30 جنيه، فرحانة إنها جزمة جديدة، مش ماركة ولا أي حاجة، بس إنها جديدة دي حاجة تفرحك. المهم إنها مش مقطوعة من الجنب ولا متخيطة ولا كعبها طالع منه مسمار عمال ينغص في رجلك. بعدين عليتي شوية وجبتي جزمة ب150 جنيه، وده كان أول مرتب أقبضه على فكرة. فال150 جنيه دول مثلا من 15 سنة كان يتقال عليهم مرتب بني آدم. انت بقى جبتي بالمبلغ الكبير ده جزمة كانت مريحة قوي وشيك، كنت بتخافي عليها من الهوا وبتمشي تحسسي عليها. هوب، طلعتي فوق أكتر، جبتي كوتشي ب2000 جنيه. فرحتي بإحساس إن في حاجة بتطبطب على رجلك وانت ماشية، كأن حد بطن الإسفلت تحت منك. المهم إنه برضو مع الوقت بقى عادي. طب لو رجلك دلوقتي فيها جزمة منحولة بتدخلك رمل وحصى طول ما انت ماشية، هيبقى شبشب ب15 جنيه أحسن لك من أي حاجة تانية. في حاجة غريبة بتحصل هنا، إن كل ما النعم بتزيد عندي تبقى مش نعمة أصلا، تبقى عادي كده زيها مثلا زي صابع رجلي الصغير، مش حاسة بوجوده. رغم إني لو كنت اتولدت من غيره أو مثلا حصل له حاجة واتقطع كنت هقعد أعيط وأقول ما عنديش صبع صغير في رجلي طب انت دلوقتي حاسة بودنك، حاسة بحواجبك، واخدة بالك إن في ضوافر في صوابعك. مش بتاخدي بالك غير لما حاجة منهم توجعك أو تكون مش موجودة. مش بتاخدي بالك غير من الحاجة اللي مش عندك، إنما لو عندك تبقى عادي. متحمديش ربنا عليها أصلا يعني. محدش بيحمد ربنا على نعمة الحواجب، رغم إنها هي اللي مدياكي منظر في وشك. لو من غير حواجب شكلنا هيبقى بيضحك قوي. كل دي قرى. ولو الحاجة دي مثلا ما كانتش عندك وبعدين اتوفرت وبقى عندك منها كتير، بتبقى زيها زي الحاجات اللي عندك، عادي برضو. فاهمة حاجة؟ فاهمة عايزة أقولك إيه يعني؟ شفتي قبل كده الفيديو لأطفال عندهم مثلا ضعف في السمع؟
أخدتي بالك من تعبيرات وشهم لما بيركبوا السماعة ويسمعوا لأول مرة، أو يلبسوا نظارة ويشوفوا كويس لأول مرة؟ فاحنا عندنا حاجات كتير ونعتبر أغنياء بوجودها، بس مش حاسين بيها علشانها معانا. احنا بس بناخد بالنا من اللي ناقصنا ونفضل نجري وراه. بنحس إني بس لو وصلت للي عايزاه هبقى راضية ومرتاحة، وكل ما تاخدي حاجة هتلاقي نفسك بتجري ورا حاجة غيرها، لو وصلت لها هتلاقيكي شابكة في حاجة أعلى منها. ومش هيملى عين ابن آدم إلا التراب، هو بس باصص على نص الكوباية الفاضي، ولو الكوباية اتملت وطفحت هيجيب دورق هيصب فيه الكوباية ويقولك الدورق نص فاضي إيه إيه. ومش بحمد ربنا على الكوباية نفسها حتى لو فاضية. فطلع إن مش صح نوفر لنفسنا كل النعم، كتر النعم بيجيب بلادة في الإحساس. أصل نفسنا اللي ملهاش كبير دي بتألف النعمة. فحقيقي عشان تبقي مبسوطة احرمي نفسك شوية أو احرميها كتير، هتبقي انت الكسبانة. مش كل ما نفسك تشبط في حاجة تجيبها لها. انت عارفة انك لو عملت كده مع ابنك هتبوظيه، وهيبقى متطلع دايما ومش بيرضى بنصيبه وطماع. طب ما انت بتعملي كده برضو مع نفسك، هي كده هتتنمرض ومفيش حاجة هتملى عينها. الحاجة الوحيدة اللي لو ناقصة عندك لازم تسعي بجد عشان تكمليها هي الأخلاق والدين. يعني لو مش عندك مثلا خلق معين لازم تتخلقي بيه. انت مثلا مش كريمة، فتتكلفي الكرم لحد ما تبقي كريمة. مقصرة في عبادة من العبادات لازم تسعي ورا نفسك لحد ما تكمليها وتعمليها. انما ان نفسك تقولك ازاي الناس كلها بتصيف في الساحل وانا اللي لسه بصيف في العجمي، ومش بحمد ربنا ان انا بصيف اصلا، ده في ناس مش لاقية. طب هو مش كده عكس الطموح؟ يعني انا بالطريقة دي هفضل في مكاني مش هتقدم. لا، هو كبح جماح النفس مش عكس الطموح. في فرق بين انك تبقى طموح بتسعى دايما للأحسن اللي ينفعك، وبين انك تبقى متطلع لمظاهر علشان تحس انك احسن من غيرك، او عشان تبقى شبه الناس اللي انت وسطيها، منظرة يعني. ممكن تلاقي صحابك معاهم ايفون وانتي معاكي موبايل سامسونج وموديل حديث، بس تحسي نفسك اقل منهم، فتقولي انا لازم ابقى زيهم، انا بكون مكسوفة وانا بطلع موبايلي قدامهم. وتبيعي اللي وراكي واللي قدامك او تتدايني وتقسطي عشان تجيبي الايفون، وهو شهر ده اذا ما كانش اسبوع هتلاقيه زيه زي اي موبايل تاني، ما فرقش معاكي انتي في حاجة، ما سهلش حياتك مثلا، ما انقذكيش من الموت، ما نفعكيش في شغلك فبقيتي تنجزي اكتر فترقيتي. هو بس عشان تحسي انك زيك زي الطبقة الاجتماعية اللي انت وسطيها، وشوية وهتسعي لحاجة تانية. او ان ابنك مثلا يجيلك يقولك يا ماما كل صحابي عندهم لابوبو الا انا، انت تفزي من مكانك، ازاي يبقى العيال التانية عندهم حاجة مش عند ابني؟ وبعدين هي ايه لابوبو دي اصلا؟ يعني هتميز ابنك بايه العروسة الكحيانة دي؟ هتحط على راسه ريشة؟ او بنتك تعيطلك ان كل اصحابها بيشتروا هدومهم من المحل الفلاني، فتقومي تبيعي بقى شبكتك علشان بنتك تلبس ماركة زي اصحابها. رغم ان ممكن يجي يقولك النهاردة يا ماما كرموا زميلي في الطابور علشان طلع حافظ سورة البقرة كلها، طلاق 3 ما هتقومي تفزي من مكانك تدوري له على محفظ قرآن. بس لو قالك زميلي اخد الذهبية في السباحة هتفحتيه تمارين سباحة. اصل الاخلاق والقرآن والحاجات دي حاجات مش ظاهرة، الناس مش بتقيم بعضها بيها، هي بتقيم بعضها بلابس ايه ومعاه ايه وعامل ازاي. او انه جه قالك يا ماما الميس جابت هدية لصاحبي لانه قدر يخلي الولد اللي بيتنمر عليه يبقى صاحبه ويبطل تنمر، وعمل كده من غير ما يضربه ولا مرة. هتقولي له ده عيل خرو اوعى تبقى زيه، اللي يتنمر عليك هتبوظه الارض. وبجد الطفل اللي يقدر يخلي حد بيتنمر عليه يبقى صاحبه ده طفل قوي جدا وذكي، مفروض يدي دورات كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. غالبا النفوس اللي بتسعى ورا الشكليات دي وشايفة انها مش سعيدة من غيرها تبقى مش مقتنعة بكيانها، يعني فاضية من جوه ما عندهاش اللي تقدمه غير شكلها، شايفة انها مجرد مانيكان لازم يبقى لابس حلو وشكله حلو، انما من جوه خشب فاضي او بلاستيك.
بس انتي مش عبارة عن جزمة وشنطة ونضارة وموبايل ولبس ماركة، انتي كيان أكرم من كده. فما تعامليش نفسك على انك صورة أو منظر طبيعي. الحاجة لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. كانت مكتوبة باين في ظهر كتاب المدرسة، بس ساعات مش بنعدي الكلام على مخنا عشان نفهمه الأول. الميك اب بيخليكي حلوة، طب لو زودتيه عن حده هتبقي بلياتشو. الأكل لذيذ، طب لو زودتيه هيطلعلك جناب مش هتعديكي من الباب. عملتي عمليات تجميل كتير وزودتي فيها هتجيبلك أمراض، أو هتخلي شكلك شبه الدكتور اللي شغال في وشك. وبعدين كل اللي النفس بتتطلع له ده ولا ليه لازمة، يا ريتها كانت بتتطلع لعلم ولا حاجة تنفعها. لا، كل اللي بتعوزه حاجات مش مستاهلة والله. وبعدين يعني جبتي جزمة ب12 جنيه ولا جبتيها ب10,000 جنيه، في الآخر جزمة دي في رجلك هتدوسي بيها في التراب. جبت لبس غالي ولا ماركة ولا من وكالة البلح، المهم انه بيسترك وبيعمل الغرض منه. كانت عمتي الله يرحمها تقول لنا لو معاكي 100 جنيه ونازلة تشتري فستان، لقيت فستان ب20 وفستان ب50 وفستان تاني ب70، هاتي اللي ب50، وفرق الفلوس ده اللي معاكي طلعيه صدقة تفرحي بيه حد غيرك زي ما فرحتي. وفي النهاية ده فستان هيتلبس 3-4 مرات وهتزهقي منه وهتجيبي غيره، فليه تدفعي كل فلوسك فيه؟ فبلاش تقعدي تهلكي طاقة وتحرقي في نفسك علشان حاجة مش هتدوم. نفسك كل ما تاكل هتجوع أكتر، ولو جوعتيها هتشبع. فخ شوشني، العين بصاصة والنفس شباطة. ما تفتحيش لعينك أبواب تقعد تبص منها وتتمنى، عشان نفسك مش هتخليكي تشوف العز اللي انت فيه. هتركزي بس على اللي مش عندك وهتبقي عايزة تجيبيه بأي طريقة. والشوبينج دلوقتي بقى سهل مش زي زمان. كان زمان لازم يبقى معاكي فلوس وتنزلي تلفي على المحلات، فقرار الشوبينج ده وقتها عايز له بقى ترتيب وتقعدي تخططي ازاي هتاخدي فلوس من ولي النعم. دلوقتي مش لازم اصلا يبقى معاكي فلوس ولا تنزلي اصلا من البيت. انت ممكن وانت في الحمام من موبايلك تفتحي ابلكيشن عليه كل حاجة وتقعدي تضيفي كل اللي انت عايزاه، ومش شرط تبقي محتاجاه اصلا، وتتدايني وتدفعي بالقسط. وده هيحطك تحت ضغط، هيبقى مطلوب منك تسدي الفلوس اللي عليكي، او تلاقي ان كان في ضروريات اولى تحطي فيها فلوسك، او حتى بعد كل ده نفسك تقولك لا مش ده اللي يبسطني انا عايزة حاجة تانية، او ان مش معاكي فلوس اصلا ومش عارفة تقسطي، فنفسك تمغص عليكي ان حرام محرومة من نعيم الدنيا. فارحمي نفسك وشقيها عشان انت تستريحي. ولو حاسة ان كل اللي عندك ده عادي، يبقى انزلي درجة عشان تحسي وتقدري النعمة اللي كنتي فيها وكنتي شايفاها عادي. لو عندك عربية جربي اوبر، بتركبي اوبر اتشعلقي في المواصلات، بتصيفي في شاليه روحي يوم بلطيم، جزمتك مريحة البسي واحدة قديمة وتمشي بيها. وشيلي الابليكيشن بتاع الشوبينج وريحي دماغك وعينيكي من التطلع. هي النفس دي حلها كده، تتربط من رجلها في السرير ولو عايزت حاجة تديها بالجزمة. املي كيانك علم واخلاق، انتي مش رسمة على لوحة. اخر حاجة، بلاش ترسخوا في عقول العيال انهم لازم يبقوا شبه اللي حواليهم في لبسهم وحياتهم، وان اهم حاجة هي عندك ايه، المهم لابس ايه وموبايلك نوع ايه، مش انت نفسك ايه. فيخافوا يظهروا بحقيقتهم لحسن الناس ترفضهم فيبقوا مسوخ. نفس العيال دي لما تكبر لو ربنا رزقهم مثلا ببنت سمرة هيعقدوها، لان المجتمع بيحب البنات البيضة. ومش مهم مراتي دي تبقى ام كويسة للعيال ولا لا، المهم لما ادخل بيها وسط صحابي يحسدوني على جمالها. مش مهم جوزي بيجيب الفلوس ازاي او انه بيشوف عياله ولا لا، المهم انه بيجيب لي اللي بيخلي شكلي انا وعيالي احسن من اللي حواليا. فهيبصوا دايما على اللي عند غيرهم ومش هيحمدوا ربنا، ده لو افتكروا ان في ربنا اصلا وسط دوامة المظاهر دي. وبس يا ستي، وخير لنفسك عصيانها، وانك تيجي متأخر احسن كتير انك مجيش خالص. واذا شاء ربنا هنتقابل تاني. سلام.